أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قضائية مشددة في القضية التي هزت الرأي العام وعرفت إعلامياً بملف إسكوبار الصحراء. القضية شهدت متابعة شخصيات بارزة في مجالات السياسة والرياضة بعد تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. قضت الغرفة الجنايات الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق سعيد النصيري الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي. كما حكمت الهيئة القضائية على عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق بالسجن النافذ لمدة 12 سنة. وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات محاكمة حظيت باهتمام إعلامي كبير وتتبع دقيق من الأوساط القانونية والسياسية. وتعود خلفيات المتابعة القضائية للمسؤولين السابقين إلى الارتباط بشبكة دولية للاتجار في المخدرات وتهم جنائية ومالية أخرى. وتضمن سبق اتهام المدانين تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في اتفاق إجرامي لتهريب وتصدير المخدرات. كما شملت المتابعة تهم النصب واستغلال النفوذ وتسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى التراب الوطني في إطار عصابة منظمة. وكانت الجلسات الأخيرة قد شهدت تشبث المتهمين ببراءتهما ونفيهما القاطع لكافة التهم المنسوبة إليهما أمام هيئة الحكم، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بهذه الأحكام الابتدائية. شاركنا برأيك في التعليقات حول هذا الحكم القضائي الكبير، ولا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك آخر الأخبار والمستجدات فور حدوثها. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.